يمكن كلنا سمعنا عن خيبر في التاريخ الإسلامي، لكن السؤال خيبر اليوم شو فيها؟ حياكم الله في خيبر. خيبر اللي ما كنت أعرف عنها إلا الغزوة اللي صارت فيها بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب، طلعت في الحقيقة مكان مبهر وغني تاريخياً أكثر مما كنت بتصور. حتى من قبل اليهود، يعني حتى من قبل اليهود. آخر ملوك بابل اللي هو نبونايدس برضو حكم خيبر. تبعد خيبر عن المدينة المنورة 140 كيلومتر، وهي فعلياً واحة ما بين حقول بركانية مهولة. ومن حظي رحتها بالهليكوبتر من مدينة العلا، وشفت بطريقي لهناك بعض الفوهات البركانية اللي تشكلت من ملايين السنين وكونت طبوغرافية المنطقة الحالية. والمبهر وجود بركان أبيض يعتبر من الظواهر النادرة في العالم، وتكون بسبب الحمم البركانية الغنية بمادة السيليكا. وصلنا مركز زوار في منطقة خيبر، عم بنشوف معلومات عن الأماكن اللي مرينا عليها بالهليكوبتر. هاي طلعت كلها مدافن مرينا عنهم قبل شوي. اللي وراي هذا بسموه حصن النزار، حصن قديم جدا كان موجود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما صارت غزوة خيبر طبعا بعد ما احتموا فيه اليهود بالآخر انتصروا المسلمين ودخلوا الحصن، فهذا هو. الحصن نفسه اللي احتمى فيه يهود خيبر اندثر وما تبقى منه غير الأساسات، ومكانه تم بناء قرية سكنها أهل المنطقة لسنوات طويلة، لأن الأمن في ذاك الزمان كان معدوم. نعم. فالناس حبت تستقر فوق. لكن لما جاء الملك عبد العزيز وأسس المملكة العربية السعودية وعم الأمان، فقرروا النزول من أعلى الجبل إلى أسفله بعد ما عم الأمان وانتشر فيه، وكونوا عدة الأراضي والمزارع اللي فيها. وفي الواحة تحت في خيبر كانوا عاملين نظام ذكي لتوزيع الماء. النظام نفسه اللي شفناه ما زال مستخدم في سلطنة عمان، القنوات المائية اللي واصلة جميع المزارع، وبكون في مسؤول لهاي القنوات بيوزع فيها المي حسب فسح زمنية أسبوعية بيشتريها المزارع اللي بتوصلوا المي فيها، وبيقدر لاحقا حتى يبيع حصته من الماء. الواحة نفسها عمرها آلاف السنين، يعود تاريخها إلى العصر الحجري تقريبا. فأرض بركانية حارات غير قابلة للزراعة، فجأة بنلقى فيها الواحة هذه. فكانت هذه هي عامل التناقض الرئيسي اللي فيها، وهي اللي جعلها أعجوبة صراحة. يعني يهود خيبر لما اختاروا هذه المنطقة يبنوا فيها الحصن تبعهم ويعتمدوها كمكان سكنهم كانوا فعلا شاطرين. هذه كانت نبذة بسيطة عن شو في بخيبر اليوم. احكوا لي، هل كنتوا تتوقعوا شكل